يا صباح الخير أو يا مساء النور. أيا كان الوقت اللي بتسمعي فيه الكلام ده، المهم إن اللحظة دي تبقى نقطة بداية جديدة ليكي. النهاردة جاي أقولك على 5 جمل، لو بجد قلتيهم لنفسك كل يوم حتى لو بصوت واطي، حياتك هتبدأ تتحرك خطوة خطوة ناحية شكل أحسن بكتير مما تتخيلي. مش محتاجين تغييرات صعبة ولا محتاجين حياة مثالية، محتاجين نرجع عقلنا يفكر صح، وقلبنا يهدى، ونفسنا تتصالح مع نفسها. يلا بينا نبدأ. الجملة الأولى: أنا أستحق أحسن من اللي أنا راضية بيه. اسألي نفسك بصراحة، كام حاجة في حياتك مستحملة فيها؟ شغل مش عاجبك، علاقات بتستنزفك، عادات بتتعبك، ومع ذلك سايبة الدنيا تمشي وخلاص. الجملة دي أول ما تقوليها دماغك بتفتكر قيمة نفسك وإنك مش أقل من أي حد. لما عقلك يسمع أنا أستحق أكون أحسن، بيبدأ يدور على الأحسن، وبيشجعك ترفضي اللي بيقلل منك واللي بيعطلك واللي بيستنزف طاقتك. ومهم جدا، قوليها من غير غضب، قوليها بإحساس إنك عايزة تنقذي نفسك مش تعاقبيها. خدي نفس وركزي. أنا أستحق أكون أحسن. افتحي الباب ده وشوفي بقية الحاجات هتتغير إزاي. الجملة التانية واللي هتفاجئك: مش لازم أكون قوية طول الوقت. إحنا طول عمرنا متربيين على إن لازم نكون ثابتين وأقوياء وما نقعش وما نعيطش وما نبانش ضعاف. بس الحقيقة، البني آدم مش ماكينة ولا حجر، والمشاعر مش عيب، والتعب مش جريمة. الجملة دي هتفاجئك، لأن أول ما تقوليها لنفسك بتحسي إن في حمل كان على صدرك واتشال. كأنك بتقولي لنفسك: يا بنتي، هو احنا قدام مين؟ ريحي، مفيش حد بيحاسبك. لما تعترفي إنك مش لازم تكوني قوية طول الوقت، ده مش ضعف، ده شجاعة. شجاعة إنك تتصالحي مع ضعفك وتحطيه في مكانه الطبيعي، جزء من إنسانيتك مش أكتر. ومش معنى كده إنك تنهاري، معناه بس تبقي صادقة مع نفسك. دي بداية التوازن. الجملة التالتة: أنا بتغير ببطء، بس بتغير. أكبر مأساة عندنا إننا مستعجلين قوي، عايزين نتغير بكرة ونبطل عادة من النهاردة، ونعالج علاقة في يوم، وننسى حد في 24 ساعة. بس الحقيقة، كل تغيير بجد بياخد وقت، وبيحتاج صبر وهدوء ونفس طويل. لما تقولي لنفسك الجملة دي بتحطي توقعات واقعية. مفيش حد بيتغير مرة واحدة، بس كل خطوة صغيرة بتقربك لنسخة أقوى وأهدى وأنضج. حتى لو تقدمتي خطوة ورجعتي نص خطوة، فده طبيعي، مش فشل. قوليها كده لنفسك في المراية: أنا بتغير ببطء، بس بتغير. وخلي كل يوم خطوة مهما كانت صغيرة. الجملة الرابعة: أنا مش محتاجة أثبت حاجة لحد. يا سلام على الضغط اللي بنعيشه بس عشان نثبت نفسنا للناس، للصحاب، للعيلة، للسوشيال ميديا، لحد أصلاً مش مركز معانا. الجملة دي لو فهمتيها كويس هتهدي دماغك نص الهدوء اللي بتدوري عليه. انت مش محتاجة تعيشي دور البنت القوية اللي مش بتتأثر، ولا دور اللي ناجحة طول الوقت، ولا اللي حياتها مثالية. انت محتاجة بس تبقي صادقة مع نفسك وتعيشي على قد طاقتك، مش على قد توقعات الناس. لما توقفي محاولات إثبات نفسك هتكتشفي إنك بترتاحي وبتركزي في حياتك انت، مش حياة غيرك. الجملة الخامسة: أنا هبدأ من النهاردة حتى لو خطوة واحدة. أقوى جملة فيهم كلهم، لأنها بتخرجك من مرحلة الكلام لمرحلة الفعل. هبدأ، حتى لو كان بداية بسيطة جدا. تغيير عادة صغيرة، قراءة صفحة، رياضة 10 دقايق، تنظيف مكتبك، شرب مية زيادة شوية، اعتذار، قرار. أي خطوة صغيرة بس حقيقية. احنا ساعات بنقعد نخطط ونكتب ونفكر، بس مفيش تنفيذ. الجملة دي بتقفل باب التسويف وبتفتح باب الحياة الجديدة. وليها كل يوم، كل صباح: أنا هبدأ حتى لو خطوة واحدة. وهتتفاجئي قد إيه الخطوات الصغيرة دي بتغير مسار أيامك، وبعدين شهورك، وبعدين حياتك كلها. في النهاية، ال5 جمل دول مش سحر ولا سر من أسرار التنمية البشرية اللي بيلمعوا الكلام وخلاص. دي جمل لو دخلتي معناهم جواكي
هيتحولوا لأسلوب حياة. افتكريهم، كرريهم، عيشيهم، وافتحي باب النسخة اللي أحسن منك، النسخة اللي عايزة تطلع للنور. وأنا هنا كل يوم معاكي. نبدأ خطوة بخطوة لحد ما توصلي للي تستحقيه.